والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض بلح الشام. ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا، ليه اسراره وليه خطواته. يا ريت نمشي مع بعض خطوات، خطوه خطوه. من كوبايتين دقيق عملنا كل الكميه دي. ما شاء الله. نشوف مع بعض الخطوات خطوه خطوه. اول خطوه معايا في السيرم او الشربات بتاع بلح الشام. طبعا لازم يكون تقيل قوي. اول حاجه انا هحط كوبايه من السكر، نفس الكوبايه اللي هعاير بيها السكر هي نفس الكوبايه اللي هعاير بيها الميه. انا عندي هنا كوبايتين، ادي تاني كوبايه من السكر. احط كمان نص كوبايه. هحط ايه زي احنا كده حطينا 2.5 من السكر، فانا هحط 1.5 من الميه. انا عندي الميه اهي، احط كده زي ما احنا شايفين كوبايه ونص من الميه. طبعا ده الشربات ده للبلح الشام والزلابيه. الشربات انا سبته لما فار معايا، ما حطيتش فيه معلقه ولا اي حاجه، زي ما احنا شايفين كده. هحط عصره ليمونه زي ما احنا شايفين كده، نص ليمونه. بعد كده خلاص لو هطفي عليه هروح حاطه ايه الفانيليا. الفانيليا دي كويس قوي، اول ما اطفي عليه هحط الفانيليا. الفانيليا دي على فكره ريحتها نفاذه قوي وكويسه قوي، زي الفانيليا السايله كده. هنعمل مع بعض بلح الشام. اول حاجه انا هحط هنا كوبايه ونص من الميه، ادي اول كوبايه، ومعايا نص كوبايه من الميه. هكملها بزيت اللي احنا شايفينها اهي، هكملها زيت. يبقى انا كده معايا كام كوبايه؟ 2. هكملها زيت، بس اهم حاجه يكون زيت نوع كويس قوي. بلاش من زيت التومين عشان بيبقى ليه ريحه. كده انا كملتها زيت. لو انت بقى حابه تحطي زبده معينه حطي، مفيش اي مشكله. عايزه تحطي حته سمنه بلدي برضو مفيش مشكله. كده كوبايه ونص ميه ونص كوبايه زيت، يبقى انا كده معايا كوبايتين. بعد كده طبعا انا سبتها تغلي شويه كويس قوي، زي ما احنا شايفين كده الميه عماله تغلي. تمام. طبعا النار شغاله، انا هدي النار بس. هنزل بكوبايه دقيق، هنزل ب2 على فكره علشان خاطر اقلب كويس قوي، علشان الدقيق يستوي معايا ما يكونش ني. لازم ما اطفيش النار انا وطيتها. بعد كده هنزل بالكوبايه الثانيه، هنزل بالكوبايه الثانيه زي ما احنا شايفين كده. برضو هقلب كويس قوي، هقلب كويس قوي. العجينه ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، هقلب كويس قوي. العجينه بتلم معايا اهي. طبعا الدقيق احنا نخليه كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. طبعا الدقيق بقى كويس معايا زي ما احنا شايفين كده. في ناس على فكره ممكن تحط معلقه نشا، ممكن تحطي معلقه سكر، ممكن عشان نقولك يعني ايه ان هو يحمر كويس قوي. عادي على فكره، انا عملته قبل كده من غير سكر، مفيش اي مشكله. انت حابه تحطيه حطيه، مش حابه خلاص. في ناس بتحط ربع كوبايه من دقيق السمولينا. برضو ده اختياري حسب ما انت بتحبي. برضو هنا كويس قوي وهنا كويس قوي. جربي الطريقتين، ممكن تحبي انهي واحده فيهم وامشي عليها على طول. هنا انا خلصت بقى. طبعا هنحط 3 بيضات بس. هبرد العجينه شويه، هقعد 5 دقايق كده اقلب فيها. طبعا خلاص البخار كله طلع عندي. هنا في ال3 بيضات هحط واحده واحده زي ما احنا شايفين كده. اول واحده، واول ما تختفي خالص معايا هبتدي ايه احط التانية. طبعا لازم احط معايا الفانيليا. الفانيليا لازم مع البيض على طول. انا طبعا الفانيليا انا قايله لكم عليها اللي انا بستخدمها جميله قوي زي ما احنا قلنا. الفانيليا اهي ما شاء الله عليها. بحط هنا الباقي كله. وطبعا بمسك البيضه الاولانيه لما تختفي معايا خالص احط التانية زي ما احنا شايفين كده.
افضل اقلب. لو انت عندك مضرب يدوي، عندك مضرب كهربائي، عايزه تعملي بيه اسرع، عندك عجان عايزه تعملي بيه اسرع اللي هو المضرب اللي في العجان، مفيش اي مشكله. بس انا بحب اعملها بصراحه على ايدي. هحط البيضه التانية زي ما احنا شايفين كده، هنزل بالبيضه التانية، اول ما تختفي هحط التالتة، هفضل اقلب، واول ما تختفي هحط التالتة على طول زي ما احنا شايفين كده. معايا البيضه اختفت، هحط التالتة زي ما احنا شايفين كده. هفضل بقى اقلب لغايه لما لحد لما البيض اختفى خالص كده ما شاء الله. نسيت اقول لكم انا حطيت ذره ملح على الدقيق سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحطيت برضو معلقه سكر علشان خاطر برضو احنا بنحب كل حاجه مسكره. فبرضو معلقه السكر انا قلت في اول الفيديو ان هي اختياري على حسب ما انت عاوزه. هفضل بقى اقلب لغايه ما تختفي خالص كده مع نفسي. معايا طاسه على النار بحط فيها زيت غزير زي ما احنا شايفين كده، فيها زيت غزير قوي. وعلى فكره الزيت مش بيحمى قوي، يا دوبك كده يا دوبك كده البلح الشام يا دوبك قام يطلع فيه. العجينه زي ما احنا شايفين بقت قطعه واحده. عندي هنا البلبله دي انا بحب اعمل فيها بلح الشام، في بتبقى اكبر من كده واصغر من كده، بس انا بحب دي بصراحه. ده كيس الحلواني الاصلي بجيبه من عند مستلزم الحلويات ما شاء الله، اللي هو بيتغسل في الغساله ده بجيبه بيدنه معاكي عمر طويل قوي. هحط بقى فيه حته عجينه زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. اهم حاجه الزيت ما يكونش سخن قوي زي ما احنا شايفين كده. بحاول اهز الطاسه شويه كده. شفتوا معانا بلح الشام عامل ازاي ما شاء الله، حمر قوي زي ما احنا شايفين ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، والصوره بتتحدث عن نفسها ما شاء الله. فطبعا انا هحطه هنا في الشربات او السيرم. طبعا السيرم انا مش بحط فيه كله، انا طبعا عامله كميه كبيره، فطبعا باخد شويه واحط فيها. ليه؟ لان السيرم لما بتحطي فيه وفيض عندك بيعمل سكر، بيعمل سكر اكيد، حتى لو طول عندك بيعمل سكر. فاحنا بناخد كميه قليله وبعد كده عوزنا بنحط تاني علشان السيرم ما يبوظش كله. الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. حتى في القطايف برضو خدي شويه صغيرين وبعد كده حطي اللي انت عايزاه، ما تحطيش في السيرم كله، لانه لو فاض منك باظ على كده. فانت دايما حطي حبه صغيره وبعد كده ما تعوزي تحطي تاني. وبعد كده ما شاء الله بلح الشام جميل قوي ازاي، الصوره بتتكلم عن نفسها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا هكمل انا باقي بلح الشام. والله خلصنا البلح الشام جميل جدا 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 زي ما احنا شايفين كده. وعندي هنا صوص شوكولاته انا حطيت عليه، ده شوكولاته عندي حطيت عليها زيت وخليتها طريه جدا. عايزه تحطي عليه جوز هند حطي، عايزه تحطي عليه شوكولاته حطي. ما شاء الله عليه والله جميل جدا ومقرمش ما شاء الله زي ما احنا شايفين. بصي مقرمش خالص ما شاء الله. انا عاملاه صغير ورفيع، مش عايزه الصبع يبقى طويل قوي، لا هو عامل زي الكراميلا كده ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في خطوه اخيره، سوري، في خطوه اخيره لسه اعملها. ممكن ارش عليه جوز هند وممكن ارش عليه ممكن اعمله بصوص الشوكولاته مع بعض. بلح الشام ما شاء الله عليه جميل جدا جدا جدا، والصوره بتتكلم عن نفسها ما شاء الله، الله اكبر.
بقرمش وجميل ما شاء الله عليه. يا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امر. ممكن نحط عليه صوص شوكولاته زي ما احنا شايفين، انا حطيتها كده. ممكن نرش عليه جوز هند على حسب ما انت عاوزه وعلى حسب ما انت بتحبي واطفالك بيحبوا. دلعي اكلك. يا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في